وعشان يا خونا نشكركم انكم تكونوا بخير. المهم وحده كتسول كتقول لك ان الزوج ديالها باغي يطلقها بدون سبب، شنو الحل؟ اذا هنايا خاصنا نعرفوا واحد الطلاق كيتسمى طلاق التعسفي. اذا طلاق تعسفي اول حاجه هو ان يقع من قبل الزوج دون سبب، يعني ان الطلاق التعسفي كيبغيه الزوج بلا سبب، يعني هاد الزوجه ما دارت حتى سبب، انت كتولي باغي تطلق وما عندك حتى شي سبب تقدر تقولوا لهذاك القاضي. ان لا يكون بسبب سوء تصرف الزوجه، ما ديك الزوجه ما دارت حتى شي سوء تصرف، ما عندكش شي سوء تصرف اللي ما عجبكش في ديك الزوجه لانك انت باغي تطلق به. الا يكون بطلبها او برضاها، يعني هنايا كنميزو بجوج. الا يكون بطلبها يعني هي ما طلباتش منك تطلقها، يعني ان هاد الزوجه ما قالتش اخويا طلقني. او برضاها يعني انت ملي بغيتي تطلق ما رضاتش، ما راضياش بهذاك الطلاق، يعني باغا تبقى مزوجه ما باغاش تطلق. او يعني هو اخر سبب هو ان تصاب المطلقه بضرر من جراء هذا الطلاق. يعني ملي انت كتطلقها كتصاب بواحد الضرر، سواء الضرر كيبقى فيها الحال، يقدر يولي فيها شي مرض نفسي، عصب، اذا شي حاجه ولات كتجيها من خلال الطلاق، يعني هذاك الضرر ولا داك المرض ولا داك السوء اللي جاها من خلال هذا الطلاق. هنا نشوفوا النص شنو كيقول. النص القانون يقول لك اذا طلق الزوج زوجته وتبين ان الزوج متعسف في طلاقه، يعني اذا طلق الزوج الزوجه ديالو من بعد الطلاق تبين لنا بان هذاك الزوج متعسف في الطلاق ديالو مع هذيك الزوجه، يعني بحال نقولوا راه كاين تعسف يعني ظالمه الى غير ذلك، وان الزوجه اصابها ضرر من جراء ذلك، وان الزوجه جاها واحد الضرر من هذا الطلاق، يعني تصابت بواحد الضرر. تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض. إذا إلا شافت المحكمة هادشي، إذا المحكمة كتحكم على هذا اللي طلقها بتعويض. كيفاش كيكون هاد التعويض؟ يتناسب حالته المادية، يعني هاد التعويض كيكون من خلال الحالة المادية، واش لاباس عليه ولا مقود عليه، واش عنده السكن ولا ما عندوش السكن، واش خدام بصالير مزيان ما عندوش صالير مزيان. إذا على حسب الحالة المعيشية ديالو ودرجة تعسفه حتى درجة الخطورة ديال هذاك مثلا. نعطيو مثال، مثلا وحده ملي طلقها رقد عليها جنبها ولا رقدت على يدها ولا شي حاجه، ولكن اللي جينا نشوف السبب هو هذاك الطلاق، ولا مثلا تصابت بواحد المرض نفسي ولات كتدوي بوحدها ولا تسطات ولا شي حاجه. اذا على حسب درجه الخطوره ديال هذاك التعسف يقدر جمله على ان لا يتجاوز نفقتها لمده سنتين. هذاك التعسف اللي التعويض اللي كنعطيوه للزوجه ما كيتجاوزش النفقه ديالها سنتين، يعني مثلا وحده كاريه ب40,000 ريال الى غير ذلك، راه غنعطيوها واحد الطلاق اللي يعني اللي يدي ليها سنتين او لتحت. ونفس اذا كانت وحده مثلا كاريه ب10,000 ولا ب20,000 ريال، يعني كنشوفوا الحاله المعيشيه غير ذلك علاوه على حقوقها الثابته. وكتبقى لها الحقوق ديالها، مثلا الحقوق ديال المتعه الا كانت عندها شي متعه خارجه لا غتاخذها، ولا كانت شي نفقه ديال الاولاد الى غير ذلك راه غتبقى تاخذها. اذا هاد الطلاق التعسفي هو تعويض كيخرج ليها على حسب الماديه ديال الزوج. الا تعتبر هذا الطلاق تعسفي، تعويض كيخرج للزوجه على حسب الماديه ديال الزوج، على ان لا تفوق القيمه ديال هذا الطلاق التعسفي النفقه ديال مده سنتين ديال الزوجه. اي تساؤل اي اشكال مرحبا، انا موجود سواء في فيسبوك حتى في القناه في يوتيوب، فقط ضع تعليق ومرحبا بالتساؤلات ديالكم.